السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوات؟ عاملين ايه؟ هستنى البنات يتجمعوا كده ان شاء الله ونبدأ بأمر الله. ان شاء الله هنبدأ في موضوع يعني هيعجبكم شوية بإذن الله. جاني فكرته امبارح من التعليقات اللي جات لي على الصورة اللي انا كنت حطاها، والايفنت اللي كنت حضراه يعني. فقلت ندردش سوا، يعني شوية فضفضة كده ودردشة كده ان شاء الله مع بعض. حاجات اثرت في شخصيتي، حاجات بعملها في حياتي، حاجات يعني ممكن اقول ان انا لما بعملها ببقى مبسوطة ومرتاحة. سامعيني كده؟ طيب الصوت واضح؟ انا مش عايزة اقرب الكاميرا مني اوي كده. اجيب سماعات طيب ولا اعمل ايه؟ مش عارفة. سامعيني كده طيب؟ لو الصوت واضح وسامعيني، انا حاولت اعلي صوتي شوية اهو. قولولي طيب الصوت تمام كده. نكمل. بتكلم في الموضوع، يعني انا حطيت الكابشن كده وقالوا عنيدة وقوية ما بيأثرش شيء فيها، واصلة لكل احلامها وباينة عليها فرحتها. هي احنا دايما آه، طيب تمام الحمد لله انه واضح. نكمل بقى. آه، حاجات كده محتاجين نحطها في حياتنا الشخصية، علشان او يعني تبقى في مخنا وفي عقلنا، علشان نعيش مرتاحين ونبقى سعداء في حياتنا. تمام. اول نقطة ولازم تبقى حاجة مهمة عندي وقاعدة عندي. تمام. ما تتطلعيش للمثالية. ماشي. اول نقطة دي مهمة جدا جدا جدا، وبيجي من خلالها استشارات كتيرة بتبقى تعيسة جدا في حياتها بسبب ان هي عايزة كل حاجة بيرفكت في حياتها، واحنا مش كاملين، الكمال لله. فطبيعي حاجات كتيرة واقعة مننا، وطبيعي حاجات كتيرة واقعة من ولادنا، وطبيعي حاجات كتيرة واقعة من شريك الحياة. فلو انا هتطلع للمثالية في حياتي وفي حياة ولادي وفي حياة شريك حياتي، يبقى انا هعيش طول الوقت تعيسة، مش مرتاحة، مش مبسوطة. الفكرة هنا بقى ان كان جملة دايما انا بقولها لهم في الكورس بتاع السحر الحلال: لا تكوني مثالية، فقط كوني افضل مما كنت عليه الامس. يعني اهم حاجة في الحياة كلها ان انا اكون افضل بس من اللي كنت عليه امبارح. ولو حتى ما كنتش افضل من اللي كنت عليه امبارح، فيكفي ان انا منزلتش او رجعت لورا عن اللي انا واقفة عليه او اللي انا ماشية عليه. تمام. طيب. تاني نقطة: المقارنات. ما تقارنيش حياتك بحد نهائي نهائي، وخصوصا اللي دايما اللي هم على السوشيال ميديا. يعني ما بقاش مثلا يعني يعني لعل وعسى بيبقى في واحدة قاعدة ممكن ما تكونش عاملة يعني او بتدرس او بتعمل اي حاجة في حياتها كبيرة، ولكن بتقوم بدور عظيم في بيتها وفي حياتها الزوجية.
بتقوم بدور عظيم مع ولادها. فمش شرط ان انا احط سيستم حياتي يبقى مشابه لسيستم حياة اي حد. هتكلم معاكم هنا في نقطتين. النقطة الاولانية زي ما انا قلت لكم، ما نقارنش حياتنا بحياة حد نهائي. اللي احنا بنعمله ايه؟ ان انا ممكن انا مثلا في طريق شغلي اهو، او في تربية ولادي، او في اي حاجة، تمام، انا كتغريد بقارن تغريد بنفسها. يعني انا بقارن تغريد باسبوع فات ومن سنة فاتت، وعايزة تغريد تبقى ازاي اسبوع جاي وسنة جاية. تمام، دي اول نقطة. طب النقطة التانية، انا هقارن نفسي بحياة الاخرين. طب ما انا كده، ما انا ممكن اشوف نفسي كويسة وما اتحسنش. نقطة كمان، ان انا لما اقارن حياتي بحياة حد، ما بقارنش حياتي بحياة حد من اجل ان انا اشوف النقص اللي عندي واقعد احبط في نفسي واجلد في ذاتي. ولكن انا لما بشوف مثلا منى، سهى، هبة، ايا كان، دي هي شاطرة وما شاء الله عندها النقطة دي متميزة جدا ومخلياها شاطرة في شغلها، اشتغل انا بقى على نفسي. ماشي، بس ما اروحش يعني مثلا صاحبتي ومعايا في نفس مجالي، تمام كده، قررت تاخد دبلومة ما، تمام، فانا عشان انا شايفاها شاطرة وناجحة فانا قررت اخد الدبلومة زيها. طب ما ممكن ما تكونش هدف من اهدافي، ممكن ما تكونش هو ده اللي انا عايزاه اصلا. فانا هروح احقق هدف للاخرين، يعني هدف واحدة يعني بتاع حد مش بتاعي، وفي الاخر ممكن ما يبقاش هو ده الشغف بتاعي، وفي الاخر برجع اقول ايه؟ انا محبطة علشان انا ما وصلتش للي انا عايزاه. انا محبطة علشان مش هو ده اللي انا بحققه. ما هو عشان انتي بتحققي حياة ناس تانية، مش حياتك انتي، مش اللي انتي عايزاه. تمام. ومش شرط التخطيط، ومش شرط الحياة اللي احنا عايزينها دي اللي هي بتاعت الدكتوراه والماجستير والدبلومات والكورسات والحاجات دي خالص خالص. انا ممكن اكون مجرد ان انا حاطه روتين واهداف لحياتي اليوميه مع اولادي ومع زوجي وفي بيتي، اتعلم حاجات جديده من اليوتيوب، اقرا كتب جديده. مش شرط تكون نفس الواو بتاع اي حد تاني. تمام. حياتك انتي اللي تقدري تصنعيها بنفسك، وسعادتك تقدري تصنعها لنفسك، وما تستنيش حد ابدا ابدا ان هو يعملها. ما بتجيني بنات في الاستشارات وحزينة ومكتئبة والدنيا يعني سودة في وشها. طب ليه يا حبيبتي؟ علشان يعني فلان، يعني جوزها مثلا مش مشجعها. طب ماشي، شكرا. مش مشجعني، بس انا بشجع نفسي وعندي صحابي وعندي اهلي نشجع او يشجعوني، وحلو قوي. بيحبطك وبيخليكي ما تكمليش اللي انت عايزاه. اعملي على قد اهدافك، اعملي على قد امكانياتك. ودي النقطة التالتة اللي هكلمكم فيها. دوري على المتاح وافرحي بيه، وما تدوريش على اللي مش موجود علشان ده اللي هيتعسك. ايه المتاح عندي؟ يعني انا هقول لكم ابسط مثال كتغريد على حياتي انا. اما نقلت بيت جديد، ماشي، تقريبا شبه ما بنزلش، يعني يوميا انا قاعده في البيت. تمام. فين يعني؟ ممكن مثلا الخروجه اللي خرجتها امبارح بتاعه المؤتمر دي، اللي هو ممكن مثلا بقالي 20 يوم ما روحتش في حته، بقالي شهر ما روحتش في حته، لان هي طبيعه المكان اللي انا عايشه فيه كده. تمام. المتاح جنبي ايه؟ المتاح جنبي الجنينة تحت البيت. المتاح عندي بتكلم مع صحابي فون، بتكلم مع صحابي فيديو. عايزة اعمل اي حاجة من خلال شغلي، بيبقى من خلال برضو النت، من خلال التليفون. ما بشوفش الناس، يعني انا عامة ما بشوفش الناس في الوضع اللي انا فيه ده. صحابي سبتهم. لو انا قعدت بقى افكر في اللي مش موجود معايا، انا هبقى تعيسة جدا جدا. انا يعني هكتئب فعلا، لان حياتي قبل كده، قبل ما انقل، كان كلها نشاط وحيوية وحياة ونازلة طالعة خارجة، اهل جوزي موجودين معايا في نفس البيت، وكان يعني حاجة جميلة.
لكن دلوقتي قاعدة لوحدي، فانا لو هبص على اللي مش موجود عندي هتعب جدا. لكن انا دورت على المتاح، قلت المتاح عندك واحد اتنين تلاتة، هتفرحي من خلالهم ازاي، وهتحققي اللي انت عايزاه من خلالهم ازاي، وهتكملي حياتك ازاي. خلاص ده وضع مفروض عليكي، ده وضع انت بقيتي مستسلمة عليه. وده دايما احنا بنقوله، ماشي، ان احنا نحدد اللي احنا متحكمين فيه، وهو ده اللي هيبقى مسار حياتنا. ونبطل بقى حتة ايه، ان انا اقلق بقى من الحاجة اللي مش موجودة عندي، الحاجة اللي انا مش متحكمة فيها. في حاجات موجودة في حياتنا يا جماعة احنا ما بنقدرش نتحكم فيها. فلو انا فضلت واقفة على نقطة معينة، النقطة دي لا خلاص عديها وشوفي غيرها، عديها وشوفي غيرها، شوفي حياتك هتمشي ازاي، شوفي هتقدري تحققي ازاي، هتقدري تعملي انت عايزاه ازاي. ومش شرط زي ما قلت لك نجاحات بقى وتروحي وتيجي. يعني واحده كانت بتكلمني، كل ما تكلمني مكتئبة ليه؟ علشان مش عارفة احقق اللي انا عايزاه. طب مش عارفة تحققيه ليه؟ عشان انا عايزة انزل اروح الكلية الفلانية اخد الدبلومة الفلانية. طب ما تاخدها اونلاين، ما هي متاحة اونلاين. لا انا عايزة انزل واروح. هتفضل طول الوقت هي مكتئبة وزعلانة ومخنوقة، علشان هي ما بتدورش على المتاح عندها، هي بتدور على اللي مش موجود وبتقاوح فيه، وجوزها رافض. طب ما خلاص مش مشكلة. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده، يعني عايزة اقول لكم، يعني لما حد تلاقيه يعني بينظر عليكم، يعني عمال بقى يحسسكم قد ايه ان هو بيفهم، وقد ايه هو عارف، وقد ايه وقد ايه، وتلاقيكم وصلتي لمرحلة كده ان انت عمالة طاقتك بتنزل كل ما تتابعيهم، وكل ما تقري بوستاتهم تحسي قد ايه ان انت قليلة وهم اعملي الغاء متابعة على طول. تمام. حتى لو بوستاتهم مفيدة، ولكن هي بتقلل طاقتك وبتحسسك ان انت قليلة. و و و ما بتحسيش بالانجاز. الغي وانا بعمل كده مش عشان ان انا بشوف ان هم قليل، يعني لا خالص، بس في ناس المتاحة عندها مش متاحة عندي. ولما كنت بتابعها وبقعد اقول هو انا ليه مش عارفه احقق زيهم، هو انا ليه مش عارفه اعمل، هو انا فلقيت يا عيني ان انا بدات اكتئب. فلا، انا ببص لنفسي وبشوف نفسي وماشيه في طريقي، وبقيم نفسي وبقيم ولادي وبشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. وهو ده اللي اللي انا اتعلمته في حياتي. طيب بنمر فترات حزن و... وبنمر بفترات اكتئاب، وبنمر بفترات مش عايزين نقوم من على السرير، وبنمر بفترات مش طايقين البيت وعايزين نسيب الجمل بما حمل، ونفسنا نمشي بعيدا عن هذه الحياة الكئيبة التعيسة. ففي الوقت ده لما بمر بالمرحلة بتاعت الاكتئاب والحزن وان انا طاقتي خلصانة وانا مش قادرة اعمل حاجة، بقلل كل امكانياتي في الوقت المتاح للنص، واللي مش مفروض عليا، او مش يعني الحاجة اللي انا كنت بعملها يعني تفضلا مني، ممكن الغيها. وفي الفترة دي بزود الجزء الترفيهي شوية بالنسبة لي، حتى لو حاجة بسيطة. وبحاول اخرج من المشاعر دي. لو انا بالنسبة لي ان انا بطبخ يوميا، لا، ممكن انتخ يومين واقضيها اي حاجه، او ادي الولاد فلوس يجيبوا في اكل، او ان انا اطلب دليفري، او ان انا مثلا، بس المهم ان انا مودي النهارده مش عايزه اطبخ. طبعا عشان ابو العيال مسافر يعني، بس حقيقي يعني حتى لو هو موجود، انا بتكلم معاه بقول له انا حاسه ان انا يعني طاقتي مش قد كده، ومش قادره ان انا اعمل النهارده حاجه، فبعد اذنك انا مش هعمل اكل، انا بس همشي الدنيا كده. تمام. ولو لقيت حاجه من المتاحه موجود. المهم ان احنا بنقلل طاقتنا، مش شرط في الاكل، حتى في كورساتي، يعني حتى في شغلي، حتى مع ولادي، حتى مع اي حاجه. بقلل الضغط عليا شويه، وبزود الرفاهيات بقى اللي هي ايه، يعني مثلا ازود وقتي على التليفون شويه، ارغي مع واحده صاحبتي شويه، انزل اتمشى تحت شويه قبل ما الدنيا تليل، عشان ما نعرفش ننزل من هنا بعد المغرب. آه
بعمل اي حاجه تخليني ابقى بضحك، برقص، برسم، بسمع حاجه بحبها. حاجات كتيره جدا كنت حطاها في بوست، يعني فعلا بتقلل المود ده عندي. تمام. طيب، حاجة تانية بقى لازم ناخد بالنا منها وقت الحزن. افهمي مشاعرك، يعني مش تنكريها، مش تقولي انا كويسة، لا 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 والله ده انا الحمد، لا، ما الحمد لله في السراء وفي الضراء. بس مشاعرك انتي زعلانة منها ليه؟ يعني تيجي واحد تقولي انا عندي طاقة غضب وعايزة اتخانق مع جوزي، اقول لها ليه؟ تقولي مش عارفة. قلت لها مفيش حاجة اسمها مش عارفة. تعالي نمسك واحدة واحدة. انتي متضايقة من ايه؟ ايه اخر موقف عمله؟ طيب، مخليكي زعلانة ليه؟ قعدنا لغاية ما وصلنا لجوه خالص. انت اقعدي اعملي مع نفسك كده. خايفة تتوجعي، خايفة تعيطي، عيطي وتوجعي وزعلي وحسي بكل حاجة بالمشاعر، وبعد كده نفوق بقى. تمام. لكن انا خايفة اتوجع، فخايفة افكر، فخايفة، يبقى مش هتعلم. تمام. طيب، في نقطة بقى كمان، الامتنان. الامتنان، بص انا عماله يعني تحسوا ان انا بجري من نقطه لنقطه لنقطه لنقطه، علشان هما نقط كتيره وكلهم مترتبين في بعض، بس انا بحاول اديكوا الخلاصه في كل نقطه. يعني مش بستطرد، يعني كل نقطه من دول عايزه لايف لوحده. بس انا حبيت اجمع لكم الدنيا كده، علشان وبجري كمان عشان ولادي انا ما صدقت طرقتهم تحت شويه، فممكن يطلعوا لي في اي وقت، فبحاول اخلص البوست يعني اللايف قبل ما يطلعوا. النقطة اللي بعد كده اللي هي الامتنان. حاجة فرقت معايا وانا عملت فيها لايف لوحدها، وهقولها تاني برضو من ضمن النقط اللي بتفرق في الحياة. الامتنان ده حاجة والله مهمة جدا جدا في حياتنا. لازم نعرف ونتأكد ان ربنا ما بيعمل لناش حاجة حتى لو وحشة الا وهي بتكمل حياتك، بتعلمك حاجة جديدة. اي مشكلة بتحصل معاكي، مع اختك، مع جوزك، مع ولادك، مع حماتك، مع سلفتك، لازم تتعلمي منها حاجة. لازم تطلعي، اوعي تعيشي دور الضحية. دور الضحية ده اسوأ حاجة في الدنيا كلها. والله العظيم انا البنات اللي بتيجي تقول لي ده انا جوزي بيعمل وبيسوي، جوزي نرجسي، وجوزي معرفش ايه، وجوزي ايه، وعايشه دور الضحيه. وليه تعيشي دور الضحيه؟ ما انت اللي عامله في نفسك كده. اتعلم وابقى شخصيه قويه، واقرا واسال واشوف انا الموقف ده، يعني فلانه الفلانيه اتعاملت معايا بالطريقه الفلانيه، يبقى انا محتاجه اقوي حاجه في شخصيتي. مثلا واحده قالت جمله وانا اتنرفزت على الجمله دي، وبعد ما الموقف عدى حسيت ان الموضوع تافه، يبقى انا لازم ابحث جوايا انا ايه اللي خلاني اتنرفزت في النقطه دي، وايه اللي خلاني اتحمقت، وايه اللي خلاني حسيت ان انا اتضايقت. ولازم اتعلم بعد كده الثبات الانفعالي، فاسال واشوف ازاي اقدر اتعلم الثبات الانفعالي ده، وازاي اتعلم الذكاء العاطفي، وازاي اتعلم الذكاء اللغوي والكلامي والاجتماعي. ولازم اتعلم النقط دي كلها، والعلاقات لازم اقرا في الحاجات دي كلها عشان اعرف اتعلم. يبقى لما حصل لي المشكله الفلانيه عرفت ان انا اللي عندي المشكله. ماشي. آه آه انا مش عارفه ازاي بياخدوا مكالمات يا الهام في اللايفات. صراحه علموني النقطه دي، وانا بحب المشاركه على فكره. يعني انا بحب اللي يشاركني وبحب اللي يكتب اسئله فما اعرفش المكالمات دي بتتعمل ازاي صراحه. وباكتبي طيب، وانا هقرا في التعليقات واشوف انتي ازاي، ونتكلم كلنا سوا. نرجع لنقطه. فكل حاجة بتحصل في حياتنا لازم نعرف ان وراها حاجة، وان ربنا عايز يعلمنا حاجة. تمام. طيب، النقطة التانية بقى، الجزء التاني في الامتنان. قبل ما تنامي، قبل ما تنامي، حتى لو بص طول ما انت متضايقة، مخنوقة، زعلانة، اعملي حاجتين في حياتك. الحاجة الأولانية، خليهم 3. ماشي. هنقلل مجهودنا في الحاجة، وهنزود الحاجات اللي بنحبها، ورقم 2، هنفهم مشاعرنا وهنمتن لربنا انه وقعنا في حاجة زي كده حتى لو مشكلة، وهقعد اشوف ربنا عايز يوصل لي ايه، وربنا عايز يعلمني ايه. رقم 3، قبل ما انام يوميا دوري في حياتك ايه اللي حصل بعيدا عن المشكلة بقى. ايه اللي حصل في حياتك النهاردة؟ 3 حاجات، 3 حاجات بس يوميا. انا مبسوطه النهارده اني انا قدرت اطلع لايف، وولادي ربنا هداهم عليا وقاعدين بيلعبوا تحت.
انا الحمد لله ربنا وفقني وقدرت مثلا ان انا خدت حبات مسكن عشان انا جسمي بيوجعني على طول، وقدرت اروق الشقه واظبطها واعمل اللي انا عايزاه. انا بحمد ربنا اني انا مثلا قدرت امسك 3 صفحات من كتاب مثلا واقراهم. بحمد ربنا ان ربنا هدالي ولادي النهارده وقدروا ان هم يقدروا يحفظوا الجزء اللي عليهم في القرآن من غير مهاتاه وشبشب جنبنا وزعيق وخناق. فاهمة؟ اقعدي عددي الحاجات الحلوة اللي في حياتك علشان يبقى مخك مستسلم على انك تبصي للحاجة الحلوة. كان مرة من ضمن الحاجات، واحدة مرة بتقول لي ايه، سلفتها بتقول لها: هو انت ما بتزعليش ان اختك حياتها حلوة وانتي تعبانة مع جوزك؟ ده انا لو مكانك كان زماني قاعدة عمالة اغلي، ولو كان مكانك كان زماني. فردت عليها بصراحة رد عجبني، يعني بتقولي انا رحت رد عليها وقلت لها: بصي، انا قررت يعني ابص للحاجات الحلوة اللي في حياتي. وانا الحاجات الحلوة اللي في حياتي اني مثلا حماتي كويسة معايا، وانتي كويسة معايا، ومثلا ان انا اخت جوزي كويسه معايا مثلا يعني. فهي ردت عليها ان انتوا كويسين معايا، فحتى لو هو مش كويس معايا فانتوا بتهونوا عليا. فحلو قوي قوي ان انا ابص للجوانب الحلوه في حياتي واسيب السلبيات، مادام هي يعني مادام حاجه خارج سيطرتي، واقوي نفسي في اللي اقدر اسيطر عليه، وابطل شكوى مادام الموضوع مش هيتحل. يعني ما بقاش ندابة وكل شوية عمالة اشتكي من سوء الحال وان انا مش قادرة وان انا مش عاملة وان حياتي واني اللي هو في الحزن مدعية وفي الفرح منسية. اللي هو طول منين ما واحدة تشوفك تفضل ما بطلوا العادة دي. بطلوا العادة انك انتي منين ما تشوفي حد تفضلي تجيبي السلبيات اللي في حياتك كلها. ما تعددي النعم. خايفة من الحسد؟ محدش قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. يعني كتر ما احنا عمالين نبص على الحلو حياتنا هتبقى حلوة. بيتقال لي مرة كده: هو انت عمرك ما بتزعلي؟ هو انت حياتك يعني دايما كده رايقة وحلوة وعمالين ما نشوفك انك بتضحكي والله بيتقال لي كده في وشي. بس عايزة اقول لكم: لا، انا يعني اتعلمت. What you know about rolling down in the deep when you... مش عارفة بقى هعمل ايه. اتعلمت في حياتي ان انا كنت بتكلم في ايه، نسيت من المكالمة اللي جات لي دي. مكالمة مهمة. اما بيقولوا لي انتي ما بتزعليش وما معرفش ايه وايه وايه، فبقى عايزه هقول لكم ايه. What you know about rolling down in the deep when you... عارفه هعمل ايه. هطلع لايف تاني، تمام.